السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة هعرض لكم 10 أسئلة من أكتر الأفكار اللي الطلاب بيغلطوا فيها في الثانوية العامة. كل سؤال حاولوا ادوا نفسكم 5 ثواني تفكروا، وبعدها تشوفوا الإجابة مع السبب، واكتبولي في التعليقات جبتوا كام من 10. ويلا نبدأ. أول سؤال معانا بيقول She has lived here 2020. طبعا هو عايزنا نختار since ولا for ولا ago ولا from. هنختار since. ليه؟ لأن 2020 دي بداية وقت، وsince بنستخدمها مع بداية الوقت. ده السبب في إجابة السؤال الأول. السؤال التاني بيقول I enjoy English. هتبقى learning. ليه؟ لأن enjoy بيجي بعدها الفيرب ing. دي مهمة جدا، عندنا like و love و enjoy بيجي بعدهم الفيرب ing. السؤال الثالث بيقول yesterday علي his uncle. هتبقى visited طبعا، لأن yesterday دي بتدل على past simple. السؤال الرابع he is interested science. هتبقى in، لأن التعبير على بعضه اسمه interested in. دي مهمة جدا. السؤال الخامس دي طبعا بتيجي على طول في امتحانات ثانوية عامة. بيقول I would rather at home today. هتبقى stay، لأن would rather بيجي بعدها الفعل في المصدر في حالة لو ما جاش فاعل بعدها. دي مهمة قوي وكنا شرحناها في الماضي البسيط، في التركات بتاعة الماضي البسيط، ممكن ترجعوا للفيديو تشوفوه. السؤال السادس بيقول the homework yesterday. هتبقى was done، علشان هنا بيتكلم بصيغة الباسيف اللي هي الجملة passive voice، وكمان في الماضي، فالإجابة هتبقى was done. سوري بس هي هنا مختارينها غلط، ثواني بس، ده اللي بدي في نفسه، هنحاول نعدلها. تبقى الإجابة was done. تمام. السؤال السابع if you study hard you the exam. هتبقى الإجابة will pass. ليه؟ لأن دي الفيرست conditional بتاعت if، اللي هي الحالة الأولى اللي هي بتبقى عبارة عن if present simple جواب الشرط يبقى will، والinfinitive يبقى will pass. السؤال الثامن بيقول he speaks English. هتبقى will، لأن الفعل speaks ده فعل بيدل على الأكتف، هيجي بعده adverb اللي هو ظرف وليس adjective. الفعل الأكتف بيجي بعده ظرف. السؤال التاسع بيقول I prefer tea coffee. تبقى to، لأن التعبير على بعضه اسمه prefer to. دي نحفظها برضو. السؤال الأخير والعاشر بيقول by the time we arrived the train. الترين ايه بقى؟ had left. by the time بيجي معاها حدثين في الماضي. الحدث الأول اللي وقع أولا بيبقى past perfect اللي هو القطار غادر، ده الحدث الأول. الحدث التاني بقى احنا وصلنا، فمعنى كده ان هم ملحقوش القطر. لو جاوبت بقى كل الإجابات دي صح يبقى انت ما شاء الله عليك يعني، ولو غلطت برضو يعني حاول تتعلم من الفيديو ده وقولي بقى انت جبت كام من 10. لو غلطت ما تقلقش، برضو لسه قدامنا أسئلة كتير، وإن شاء الله كل فترة هنزل لكم 10 أسئلة كده أهم تركات ثانوية عامة. ما تنسوش تقولولي جبتوا كام من 10، ولو حابين جزء تاني
بأسئلة أصعب اعمل لايك واشتراك في القناة، وربنا يوفقكم جميعا في امتحان الثانوية العامة.